تأهل المغرب أمام تنزانيا إلى ربع نهائي كأس إفريقيا. المنتخب المغربي قدم أداء عالمي بصراحة. منتخب المغرب هو المرشح الأول للفوز بهذه البطولة بالنظر لمستوى لاعبيه الرائع ولكونه منتخب قوي. المغرب هناك مدارس تكوينية، مدرسة عريقة وعريقة جدا. تقريبا الكثير من اللاعبين في المنتخب المغرب تدرج في مختلف الفئات السنية. اللاعبون يعرفون بعضهم بعضا، على الأقل نواة المنتخب تعرف بعضها البعض. المستوى التقني والمستوى التكتيكي، خصوصا المستوى التكتيكي، لا يمكن أن تطالب لاعب في الدوري الجزائري بالصرامة التكتيكية لأنه لم يتعلم معنى الصرامة التكتيكية. نعم. المغرب هو المرشح الأول بالإفكتيف اللي عنده، بالاسم اللي عنده، مش دونك يقول فيه هذايا باش ينحي الضغط على لاعبيه. ناس عندها مستوى فني، عندها اسم موجود، عندها مستقبل تغزر له، لازمها تدافع عليه في حدود الممكن. بما معناه انا مع الناصر اليوم انت تلعب على تصويرتك وتصويره البلاد والمنتخب، العب شيخ اعمل كيف، اما زاده في تصويرتك ثم ايماج دو مارك ما لازمهاش تمشي هكاك، بمعنى الريزولتا هاجس، لانه مباراه رسميا الكره موجوده، البطولات موجوده، العرق موجود، مشاحنات موجوده. التخمه نتاع لاعبين على المستوى الدفاعي والهجومي ما عندهمش اشكال في المهاجم الاول ولا الثاني، المدافع الاول ولا الثاني. معاك مهم جدا اليوم انه ثم صوره نتاع منتخب، وراكم يا الاولاد حاضرين الناس الكل نلعبوا مليح، معناها عندك كل شيء انك باش تمشي تنافس مرشح اول. لكن ثم على الاقل كما قلناها من الاول قداش 6 بول، لي دوزيام مينيموم نتاع 5 بولات، ثم 10 منتخبات والحظوظ نتاعها قريبه على بعضها. نجمش معناها تقبل انه ولو انه شو 90% اللي شفنا التفاعلات دكتور في مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات معناها وسائل الاعلام المغربيه. الفورمه الحاليه نتاع لاعبي منتخب المغرب في جمعياتهم عالميه طيبه جدا، اوج العطاء، والشيء هذا ريناه. شوفوا الملاعب هنا 8 ملاعب للدور الثمانية، اول مره في التاريخ، اول مره 8 ملاعب يحتضنون المقابلات هذه. يعني تعطيك المغرب يعني فين مشى. المغرب هرب على افريقيا، والمغرب تقدم بزاف في البنيه التحتيه وكنا نقولوها، وما شاء الله يعني الناس خدموا. شفناها في ملاعب، شفناها في ارضيه الميدان، الامطار تهاطل بالاخر بالغراف، والحمد لله شاد راسها. يعني هنا باش تعرف التفوق. درك ملي غتلعب في 8 ملاعب الدور الثاني لاول مره في التاريخ، ما صارتش حتى بلاد. يعني حاجه كبيره، حاجه تفرح، حاجه تفرح وتعطيك فخر، وتقدر دير ان شاء الله. نتمناو حتى حنا نكونوا بحالهم، نتمناو. هذا هو اللي خاص حافظ الدراجي. هنا حافظ الدراجي خصو يكتب ويقول علاش ما نكونوش حتى حنا بحالهم ولا اكثر منهم. ولكن حافظ الدراجي يدور لك غير مؤامره، كولاسه، غوساسه، داروا فعلوا، راهم غادي يديروا لنا ويغلط في الشعب. لا سي حافظ الدراجي، هنا خاصكم تهضروا لنا على هاد الحوايج. الا نتوما اعلاميين صحاح خصكم تهضروا لنا على هاد الحوايج، ما تجيش انا تكتب لي منشورات وتغلط في الراي العام وتغلط في الشعب. شوف الملاعب ديال المغرب اللي غتحتضن الدور الثمن النهائي. ونزيد لك حاجه سي حافظ الدراجي، هاد كاس افريقيا اللي كنت تنظر على الجمهور، ما الجمهور راه 700,000 ولا 800,000 متفرج في الدور هذا الاول. خليك من التومون غتوصل حتى المليون ونص 2 المليون عادي. يعني هنا حافظ الدراجي انت كنت غير تغلط في الناس، لانه انت كنت تحضر الهزيمه مسبقا، كنت تحضر لها وهذه باينه. اليوم شوف التطور اللي حصل، شوف الملاعب، شوفوا البنيه التحتيه، الناس مشاو لبلايص كيفران، مشاو لواحد البلايص يبينوا المغرب عالميا. يعني انت تهدر تكتب ما تكتبش راه ما كاين والو. لانه علاش هنا خرجت روحك، بينت روحك للشعب بانك انت تدور غير تلصقها. يعني نهازمنا مؤامره، داروا لنا كولاسه، طاطات، ربحنا المنتخب قوي، بيتكوفيش احسن مدرب في العالم، خسرنا نحصلوها في القجاء والكولاسه والكاف. يعني هنا تدور غير تسلك من المشاكل. درك وين تشوف انت المغرب تفوق عليك ويدير اول مره في التاريخ 8 ملاعب الثمن النهائي، يدير يعني حاجه راه تفرح كحافظ الدراج. لانك انت نورمالمون تكتب وتقول كيفاش حنا ما نوصلوش بحالهم. تشوف الفنادق عالميه، تشوف حتى واحد ما تشكى ولا دوله تشكات من الفنادق. شفنا اليوم اللعابه ديال المنتخب الوطني خارجين يحوسوا في المغرب عادي، مازا زروقي خرجوا يعني تما كاين واحد المول تما قدام الاوتيل كاين. ولكن نتوما بالحس ديالكم والغيره ديالكم وما اللي خليتونا نشوفوا راسنا صغار. علاش؟ لانه نتوما ربنتونا، دخلتونا في حيط مؤامره، راهم دايريننا محاضين مصيفطين صحفيين ما خوافه. صحفي يخاف يجبد كلمه المغرب، صحفي مشى للظلمه، مشى للبحر مدسوس في الليل، صحفي
جاي بلا اعتماد، جاي غير هكذاك ويسب في المغرب صباح وعشيه، صحفي يخبر الجمهور يقول لهم قولوا التذاكر ما كانش. راه هذا هو الفضيحه اللي خليتونا فيه، هذا هو الشيء اللي حنا كرهناه وبقينا نهضروا عليه. علاش ما خليتوناش نلعبوا كره القدم عاديين كيفنا كي الناس؟ علاش ما خليتوناش نلعبوا كره القدم؟ ماشي نلعبوا كره القدم، نلعبوا كره القدم اللي نعرفوها. علاش دخلتوها لنا، خربطوها لنا هاد كره القدم؟ والله العلي العظيم الى زبر معزوزي يهدد في الناس اللي يقولوا على المغرب زين، زبر صحافي هذيك النهار ملي هدد هذاك اليوتيوبر هذاك ما هدرش. يعني والله العظيم الى حشمنا قدام الجناس، حشمنا قدام الناس، راه عيب. كرة القدم خلوها في كرة القدم، علاش دخلتوها سياسات وسيستوها وخربقتوا لها كاع والديالك؟ ها انت تشوف، شوف بعينك اصاحبي، هذا راه احصائيات وهذا راه واقع. راه اللي قاش البي راك تطبعوا. الناس من تدخل الملاعب ماشي ما تطبعش البي، طبعت البي. نتوما درتوا هجمه في الاول على الملاعب، قلتوا ما غاديش يكونوا جاهزين. من ما كلاتش مشيتوا للشتاء، قلتوا الشتاء يمكن غادي تبلع الملاعب. ربي شوف الملاعب كانوا مخدومين من الطراز العالي، خربقتكم الشتاء ما كانش. جيتوا للتذاكر، جيتوا للجمهور، درتوا مشيتوا شككتوا حتى في هذوك اللي يقول لك ارقام الملاعب، اللي يقول لك الجمهور كاين 15000 20 وانتم شككتوا فيها، وانتم انتم عارفين ماشي تشكوا فيها، انتم تبغيت تغيروا الراي العام، ديروا البروباغندا. يعني هي تنطبع وانتم عارفين بان التكيات كل شيء ملاح. الجمهور مشى شاف بعينه الواقع، شاف المحبه، شاف هذاك، ولكن نتوما اللي خليتوا هذاك الجمهور مسكين يحس براسو بحال اللي ما فين راه. لانه لو كان الاعلاميين دخلتوا سوق راسكم وخليتوا الكره والجمهور، نتوما ما تدخلوش، خليو الكره في نطاق الكره. هذاك الشيء اللي عندكم الحقد ولا الحسد من المغرب خليوه حتى لمور كاس افريقيا وخرجوه. نتوما كوماسيتو قبل كاس افريقيا وفزت كاس افريقيا وفي النهار ديال الماتش ومر الماتش وواحد يدي كورات وواحد دخلتونا في حيط بلا ما نحسوا، ودخلتوا حتى الجمهور مسكين ولا خايف. لانه يشوفوا الاعلاميين واحد يسب، واحد يدير لك فيديوهات، واحد يقول لك المغرب ما نجحش، وواحد يقول لك مراد، وهذا كل شيء بروباغندا لعبتوها خاويه.